ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ كيكة مليانة شوكولاتة لعشاق الشوكولاتة، حاجة كده مزاج وروقان للولاد وهم بيذاكروا، عشان نديهم شوية طاقة كده ويكونوا خلاص زهقوا كده من المذاكرة فعايزين يفوقوا ويفرفشوا. هنعمل لهم الكيكة القمر ديت، مش تاخد منك وقت خالص، والنتيجة مضمونة عمرها ما هتفشل معاكي. واحدة واحدة كده، يلا نبدأ مع بعض. أول حاجة هنجيب بولة بتاعتنا ونحط فيها كوباية سكر، وبعد كده نحط كوباية إلا ربع، حوالي معلقتين سمنة والباقي زيت. يعني الكوباية إلا ربع دول منهم معلقتين سمنة أو زبدة سايحين مش مقدوحين، سايحين بس، والباقي كمليه زيت. عايزة تحطيها كلها سمنة براحتك، بس هي كده ألذ. هنقلب بقى زي ما انتوا شايفين كده لحد ما القوام يفتحها كده شوية، شايفين؟ وبعد كده ننزل عليهم بثلاث بيضات ونبدأ نضرب تاني. كل مكون هنحطه هنضرب لوحده علشان الكيكة كلها تتجانس ويخش فيها هوا كويس، لان احنا كمان عاملينها بالمضرب اليدوي، يعني مش في الكهرباء. ننزل بقى عليهم بمعلقة فانيليا صغيرة. سهلة جدا جدا، وطبعا احنا بدأنا كده شغل، يعني الفرن شغال علشان ندخلها على فرن سخن. ده من اول حاجة نعملها في الكيكة، كوباية لبن. نقلب تاني زي ما اتفقنا، وبعد كده ننزل عليهم بقى بالخل. معلقة خل، معلقة كبيرة خل، المعلقة ديت معيارها نص معلقة، فأنا حطيت منها اتنين. نقلبهم كويس قوي، نضربهم كده. أهم حاجة كل ما نحط مكون نضربه. سهلة جدا. لو وصلت لحد هنا لايك وشير وكومنت أمر منك. معانا بقى تاني كوبايتين دقيق ومعلقة نشا، وعليهم هنحط معلقة كبيرة بيكنج باودر أو نص الكيس. تمام كده. دي كده المكونات الجافة بتاعتنا: كوبايتين دقيق، معلقة نشا، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، وهنقلبهم كده بالراحة. ودي كده المكونات الجافة اللي معانا، هننزل بيها بقى على الخليط السائل اللي احنا عملناه ونجهزه. هقول لكم كمان على صوص الشوكولاتة اللي هنستخدمه، لان انا ما صورتوش، بس هقول لكم على طريقته، هو سهل جدا. اول حاجة بس الاول هنضرب الدقيق، هننزل بقى الدقيق مع الخليط السائل اللي هو البيض واللبن والسمنة، ونقلبهم كده واحدة واحدة. هي المعيار مظبوط جدا، يعني هما كوبايتين مظبوطين جدا، بس برضو احنا بننزلهم حبة حبة علشان ما يبقاش فيه اي كلاكيع في الخليط. ونضرب كويس قوي لحد ما الخليط يتجانس خالص ويبقى ناعم. واحدة واحدة كده. شايفين؟ حلو جدا وناعم جدا وسمكه يعني حلو قوي. تمام كده، ممكن تسيبيها لحد كده مفيش مشكلة، لكن انا حبيت اديها كمان طعم حلو واميز، وحطيت فيها نص كوباية شوكليت شيبس. لو عايزة تسيبيها زي ما اتفقنا كده ما فيهاش اي مشكلة، هتحطيها في القالب وخلاص. جهزنا بقى القالب بتاعنا، دهناه سمنة وعطرته بالدقيق، يعني حطيت فيه دقيق وبعد كده نفضته منه. وبعد كده هننزل ايه بالخليط بتاع الكيكة. شفتوا القالب زي ما قلت لكم كده، هنتعفر كده بالدقيق، وننزل بقى بالكيكة بتاعتنا واحدة واحدة. شايفين القوام حلو ازاي؟ في منتهى الجمال. القالب ده كبير على فكرة مش صغير. طبعا انا نزلت كل بقى اللي في البولة، ما سبتش حاجة خالص. 3/4 القالب كده، وهندخلها الفرن على درجة 180 حوالي 45 دقيقة. شايفين؟ تحفة، بسم الله ما شاء الله عليها، في منتهى الجمال. وهنستناها بس كده 5 دقايق تهدى شوية، وبعدين نبدأ نقلبها. برضه هتتقلب بكل سهولة، في منتهى الجمال. ممكن تتساب كده عادي، ما فيهاش اي مشكلة، وطبعا حلوة جدا. وممكن بقى نعمل عليها صوص الشوكولات اللي انا عملته. صوص الشوكولاتة ده عبارة عن كوباية لبن
و3/4 كوباية زيت وكوباية سكر و3 معالق كاكاو في الخلاط، هنضربهم كويس جدًا. بس كده هيدّينا صوص الشوكولاتة الاقتصادي ده في منتهى الجمال وطعمه حلو جدًا. بس نستنى إن الكيكة تبقى بردت شوية، أنا استعجلت عليها. بس أنا سقيته كده وبعد كده حطيت عليها شوكولاتة شيبسي كمان زواق، فكانت في منتهى الجمال. شايفين جمالها؟ حلوة، حلوة، حلوة. اعملوها وقولوا لي رأيكم فيها إيه. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولايك وشير علشان كلنا نستفيد يا رب بالوصفات الحلوة ديّة. روعة، روعة، روعة.